لكن بس البعض يعني عاب على عملية التعاون. أنتم اليوم يعني شكلتوا لأول مرة وفي تجربة كتلة 48 نائب. نعم. البعض يعني قاعد يعيب على التعاون مع الحكومة. رأيك في من يعيب بغض النظر؟ الآن أنت ذكرت القوانين والإنجاز في ذلك المجلس، لكن البعض يعيب هذا التعاون. أبو حمد أنا أتكلم بتجرد، يعني اليوم ال 48 ليست كتلة. لا، هل التعاون يعتبر عيب اليوم؟ لا شوف، هو الأصل في العمل البرلماني هو التعاون، لكن أنا لا أتحدث عن تعاون. أنا أتعاون مع من؟ أنا لا يعنيني اسم، لا يعنيني اسم وزير أو رئيس وزراء، أنا يعنيني سلوك. نعم، ونهج. بالضبط. أنا أتكلم الآن عن 48 مختلفين اختلاف سياسي، يعني أنا أختلف مع جزء منهم اختلاف سياسي كبير، ولكن متفقين على قوانين. صحيح. هذه القوانين، أنا أتكلم الآن قوانين الإسكان على الأقل اللي تكلمنا عنها اليوم. أبو حمد، اليوم العقار السكني وبشهادة الجميع، نعم، نزوله من أكثر من 20%. صحيح. فأنا أتكلم مجلس في 3 أشهر عمل. ترى أبو حمد احنا خلينا نتكلم على فترة العمل لهذا المجلس. العمل الفعلي بدون إجازات برلمانية، بدون 3 أشهر ونص عمل. نعم. أن تنجز قوانين بهذا الحجم، أنا أعتقد أن هذا إنجاز، نقطة إيجابية. نعم. ولكن يعني نتكلم على التعاون أو عدمه، من يحدده هو السلوك.